السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. أسهل حلوى ممكن تحضروها لشرب الشاي، سهلة سريعة التحضير، اقتصادية بمكونات بسيطة بكمية كتيرة، ممكن تحضروها في آخر لحظة. إلا عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسوش تخليو لايك وتبارطاجيو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. نحتاج كأس إلا ربع من السكر، معيار الكأس 150 غرام. نضيف عليه فانيليا كيس واحد فقط او ملعقة صغيرة، فلان بنكهة الموز اللي كيعطينا المذاق وكيعطينا حتى اللون. ممكن تنكهوا الحلوى ديالكم باي نكهة بغيتو، ممكن تكتفيو فقط بالفانيليا. رشة ملح لتحسين الذوق، بيضة واحدة، بيضة كبيرة اذا كان عندكم البيض صغير عملوا جوج. نخدم المكونات جيدا حتى يذوب السكر. السكر من الافضل يكون رقيق. انا خدمت بالطراب اليدوي، ممكن تخدموا غير بيديكم. نضيف كأس إلا ربع من الزيت نباتي، ودائما كنوزن بنفس الكأس، نفس الكأس نوزن به المكونات كاملة. نمزج المكونات جيدا. هاد الحلوى سهلة سريعة التحضير بمكونات بسيطة، حلوى اللي كتجي لذيذة بزاف ما تشبعوش منها. نضيف نصف كأس من النشا أو مايزينا اللي كيعطي هشاشة لهاد الحلوى. نزيد نضيف نصف كأس كفريط مطحون. انا استعملت هاد النوعيه كفريط بالفاني، استعملت نصف العلبه فقط. العلبه كتوزن 175 غرام، انا عملت نصف ديالها. هذا هو الشكل ديالها. ندخل المكونات في الخليط. هاد الكفريط تيجي المذاق ديالو هائل في هاد الحلوى. الا ما كانش عندكم ممكن تعوضوه باي نوع من البسكوي. من بعد نضيف الدقيق بشكل تدريجي اللي غربلته من قبل. نضيف الكأس الأول، الكأس الثاني من الدقيق، خميرة الحلويات 4 غرام، نصف كيس فقط. ندخل الدقيق في الخليط. إلى خاصني نضيف مرة أخرى. كمية الدقيق ممكن تضيفوا أكثر ممكن أقل على حسب نوعية الدقيق اللي استعملتو. المهم كتبقاو تضيفوا الدقيق حتى تحصلوا على عجينة اللي تكون رطبة ما تكونش قاصحة. غنزيد نضيف ربع كأس من الدقيق. هاد العجين هز لي 2 كيسان وربع من الدقيق. كيف قلت لكم ممكن يهز لكم اكثر ممكن اقل على حسب نوعية الدقيق اللي استعملته. نجمع العجين حتى نحصل على عجينة تكون رطبة ما تكونش قاصحة. العجين غير كنجمعو ما كندلكوش. هذا هو القوام ديال العجين اللي حصلت عليه. عجينة رطبة، هذا هو الشكل ديالها. نقسمها الى نصفين، كنشكلهم على شكل كرات. نصف نغطيه بكيس غذائي نوضعو جانبا باش ما ينشفش ليا العجين، والنصف الثاني نبدا نخدم به. نطلق العجين بالمدلك. انا استعنت بكيس بلاستيكي تحت العجين وكيس بلاستيكي فوق العجين كيف ما عودتكم دائما، كيسهل عليا نطلق العجين بكل سهوله. كنخلي السمك رقيق. نطلق العجين على شكل مستطيل على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. هذا هو السمك اللي خليت. السمك كيكون رقيق. كندوز الفرشاة فوق العجين،
كنشكل خطوط على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. ممكن تخدموا بالفرشات كيف عملت انا، ممكن تخدموا بهذاك المدلك اللي كيكون مدرج سبق لي وخدمت به معكم، كتحصلوا على نفس النتيجه. انا غادي نخدم بها الطابع مربع، نوضع في الدقيقات كنطبع به. كتكون مجموعه من الطوابع هاد المربعه. انا كنخدم بالصغير، دائما كنخدم بالصغير. كنهزهم بكل سهوله، نحطهم في الصينيه اللي غتدخل الفرن. الصينيه انا فرشت لها ورق الزبده، الا ما كانش متوفر عندكم ممكن دهنوا الصينيه ديالكم بالقليل من الزيت. كنهزهم بكل سهوله كيف كتشوفوا. هاد الكيس بلاستيكي تيسهل عليا الخدمه. البقايا ديال العجين كنعاود نجمعهم ونطلقهم بنفس الطريقه. مبغيتش نطول عليكم الفيديو. انا حصلت على هاد الصينيه الكميه اللي بقات عندي وضعتها في الصينيه الثانيه. ندخلهم الفرن ساخن من قبل على درجه حراره 180 درجه. ضروري الفرن يكون ساخن من قبل. الفرن انا شعلت عليه غير من التحت حتى طيب الحلوى، عاد كنشعل عليه من الفوق تاخذ لون ذهبي خفيف. ما كنخليش الحلوى تحمر من الوجه بزاف، غير شويه وكنخرجها من الفرن. ندخلهم الفرن ونعاود نرجع معكم من بعد ما طيب الحلوى. هذا هو الشكل ديال الحلوى من بعد ما طابت، كتجي طايبه مزيان ناجحه 100%. هذا هو الشكل ديالها عن قرب، وهذوك الخطوط اللي عملت بالفرشات كيبقاو باينين. هذا الشكل ديالها من التحت. نوضع الحلوى جانبا نخليها حتى تبرد وندوزو لمرحله التزيين. نحتاج شوكولاط اسود اللي ذوبته على حمام مائي، ضفت ليه ملعقه كبيره من الزيت. جوز الهند او الكوك من الافضل يكون نوعيه جيده باش المذاق ديال الحلوى يجي زوين. كنلصق جوج مع بعض بالكراميل. كندوز الجوانب في الشوكولاط على هذا الشكل هذا. نزول الفائض ديال الشوكولاط ونحطها في جوز الهند او الكوك. كنحصل على هذا الشكل هذا اللي خدمتها كنحطها فوق التشبيكه. التزيين كيبقى اختياري، ممكن تزينوا بالشكل اللي بغيتو. الا ما بغيتوش تزينوا بالشوكولاط ممكن تزينوا بالمربى. تلصقوا جوج مع بعض بالمربى وعوض الشوكولاط تعملوا المربى وتزينوا بجوز الهند او الكوك حتى هما كيجيو زوينين. انا الشوكولاط اسود راه عملت خليط ما بين الشوكولاط اسود وشوكولاطه الحليب. تقريبا دوبت 150 غرام، ما عملتهاش كامله يعني بقى لي منها شويه. كنغطس الجوانب في الشوكولاط على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، ونغطيهم بجوز الهند او الكوك. التزيين كيبقى اختياري، ممكن تزينوا بالشكل اللي بغيتو. كنلصق جوج مع بعض بالكراميل، ندوزهم في الشوكولاط غير الجوانب. كنزول الفائض ديال الشوكولاط، من بعد كنزين بجوز الهند او الكوك. هذا هو الشكل اللي حصلت عليه. طريقه سهله. انا الكميه اللي بقات عندي راه كلها لصقتها بالكراميل. دابا كندوزهم غير في الشوكولاط وجوز الهند او الكوك. انا حصلت على هذه الكميه. الا ضاعفتوا المكونات تحصلوا على كميه اكثر. ممكن تطبعوا الحلوى ديالكم باي طابع، طابع مربع او دائري او مثلث اللي متوفر عندكم او اللي بغيتو. كيف قلت لكم انا دائما كنخدم بالطابع الصغير. كتكون عندي مجموعه من الطوابع كنخدم بالصغير هكا باش نحصل على كميه اكثر وكيجي الشكل ديالهم زوين. حلوى سهله سريعه التحضير بمكونات بسيطه. حلوى اللي كتجي لذيذه بزاف ما تشبعوش منها. كتجي هشيشه ذوبان في الفم واخا مخدومه غير بالزيت، يعني ما مخدوماش بالزبده، كتجي هشيشه. نستمر حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي في التزيين ونعاود نرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوى. هذا هو الشكل النهائي من اسهل والذ الحلويات اللي عملت. كيجي الشكل ديالها جميل جدا، شكل راقي.
حلوة بسيطة وفي نفس الوقت كتجي زوينة، من اسهل وآلات الحلويات اللي عملت. ممكن تحضروها في اخر لحظة. غادي نقسم لكم وحده باش تشوفوا الشكل ديال الحلوى كيف عامل من الداخل. كتجي الحشوه باينه، حلوه اللي كتجي هشيشه ذوبان في الفم. الى عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو لايك وتبارطاجيو مع اصدقائكم لتعم الفائده. والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.